Audio Jungle. Audio Jungle. اهلا بكم في قناتنا فوق كيتشن. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل محشي مع بعض بطريقه سهله وبسيطه وطريقه سليقه. هجيب الكرنبايه، بفتحها كده، بجوفها، بشيل الراس وبجوفها من النص، هجوفها كده من النص، بسلقها بحالها. تشوفيها دلوقتي انا هعملها ازاي. هنجيب ميه ونحطها، هنغلي ميه نحط فيها معلقه كمون ومعلقه ملح. هنقدح الزيت اهون. اهم حاجه بقى الليه دي اللي بتطعم المحشي. محشي من غير ليه او شحوم البقر دي بتبقى، بصي، بتخلي المحشي في حته تانية خالص، وبيبقى محشي تحفه 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 وطعمه رهيب. اهم حاجه زي المحلات بالظبط، اهم حاجه الليه تسيحي فيه شحوم الابقار دول. دي بقى ده اللي بيديه الطعم الحلو. المحشي ما بقاش طعمه حلو الا بالليه دي التركايه الاولى. هنسيبها بقى يتقدح مع نفسه، ولازم تسيح جامد عشان تدي الطعم الحلو. وهنروح بقى على سليق الكرنب على بال ما الزيت يتقدح مع ليه الخروف. هنحط الكرنبايه خلاص، بحطها بقى بحالها قدام عينك اهون، بحطها بحالها، بتنزلها في حله كبيره. ودي برضك لسه بتبدا تسيح. انا حاطه ايدي هنا وايدي هنا، بوريكي من هنا وبوريكي هنا، تنجزي في الوقت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هننزل بقى بالبصل. انا عامله 3 بصلات مخرطاهم في الكب على ايدك براحتك. قسمت البصل، عامله 3 بصلات، قسمت جزء هقليه في البصله، والجزء التاني هعمله ايه، هعمله مرته، هعمله بالبهارات دلوقتي هتشوفيه. خليكي معايا واحده واحده كده وانت هتشوف الطريقه، وسهله جدا وبسيطه. هتقول اعمل محشي على طول، سهل جدا وبسيط. تبداي بقى تخلخلي من بعضه كده هون. لما بتشيلي الراس وبتجوفيها كده بتفك من بعض. مجرد ما تحط في الميه ما تخافيش، مجرد ما تحط في الميه بيفكوا من بعضه. وهنطلع ورقه ورقه دلوقتي هتشوفيها. سليق الكرنب كده اسهل. بصي بتطلعها واحده واحده اهو. بس اهم حاجه تسلقيه نص سويه، ما تهرهوش خالص عشان ما يبص منك. يعني تحطيه في الميه تطلع، يعني بعد 5 دقايق كده قوم مطلعاه. اهم حاجه تغلي الميه جامد بمعلقه ملح ومعلقه كمون. لسه البصله بتتقلى اهي، كله هون على البوتاجاز، وايدك شغاله في كل حاجه. بتطلع مجرد ما بتحط في الميه بيفك كده من بعض، ما تخافيش. هنيجي بقى نسيب اللي سلقنا خلاص الكرنب وهنحطه على جنب، والبصله بتتقلى. هنحط ايه بقى، هنعمل تعصيجه اللحمه. احنا هنعمل محشي النهارده باللحمه المفرومه. عملت فصين مستكه وحبهان عشان زفرت اللحمه مفرومه. ننزل بحته سمنه كبيره او زبده براحتك، عايزه زيت براحتك، اللي موجود عندك متوفر في البيت حطيه، بس طبعا الحاجات دي بتطعم الاكل. هننزل بالبصل. انا عملت طبعا كرنبيتين، انت لو هتعملي كرنبايه واحده عليهم 4 بصلات على الكرنبايه، هتعملي 3 بصلات سوري. تقسمي نصها للتسبيكه، ونصها تقليه في الزيت في الاول، والنص التاني تمرطي بالمرته. ولو عايزه بقى تحطي فيه لحمه مفرومه برضك، تفوضي حبه بصل للحمه المفرومه زي ما انا قسمت كده البصل.
خلاص قلناه اهو، اتحمر معانا، وننزل بقى باللحمه المفرومه. انا بحاول اجريك في الفيديو، وبحاول اعمل فيديو قصير عشان الناس ما تزهقش، وفي نفس الوقت تستفادي من كل اللي بقوله يعني ننجز في الفيديو عشان ما اطولش عليك الفيديو. بس انا ما بنتج بقطع منه كتير عشان ما اطولش عليكم الفيديو. طبعا هنبهرها بقى، هنبهر التعصيجه. معايا ربع بهار لحمه، ربع قرفه، ربع فلفل، حبه ملح، 4 فصوص توم مفرومين، 2 مرقه. القرفة يا جماعة بتخلي طعم اللحمة، بتضيع زفرتها وبتخلي طعم اللحمة حلو جدا. ربع معلقة قرفة صغيرة مع ربع معلقة بهار لحمة، ما تكتريش. وبرضك انت تدوق الطعم وتظبطيه، وملء الملح بتاعك طبعا والحاجات دي. انا ليه بعمل اللحمة المفرومة لوحدها بعيدة عن تعصيجة التسبيكة المحشي؟ عشان اللحمة ما عادش بتاخد سويه زي الاول. اللحمة بتستوي بسرعة، فبدل ما تتهرد وتتهدر في تسبيكة الدمعة، لا، اعملي اللحمة لوحدها كده بعيد. هتشوفها معايا دلوقتي. اعملي اللحمة وسيبها على جنب لحد ما التسبيكة تتسبك خالص، تحطي بقى اللحمة. لكن انت لو حطيت اللحمة من الاول في التسبيكة، طبعا التسبيكة بتاخد وقت على النار، اللحمة هتتهرد ومش هتلاقي لحمة. انا قلبتها خلاص وظبطتها وبهرتها. هنحطها بقى على جنب، استوت خلاص اهي. اهم حاجه ربع معلقه فلفل، ربع معلقه بهار لحمه، ربع معلقه قرفه، و2 مرقه، وحبه توم، وحبه ملح. دي تعصيجة اللحمه المظبوطه. هنسيبها بقى على جنب. خلاص احنا عصجنا اللحمه، نحطها على جنب ونرجع تاني لتسبيكه الدمعه. طبعا البصل استوت معايا خلاص اهي، واتحمرت ووصلت للون الذهبي الحلو. ننزل عليها ب3 4 معالق صلصه. الصلصه دي بتظبط لون المحشي وتخلي لونه حلو. مهما تحط طماطم لازم معلقتين 3 صلصه. الصلصه برميها الاول في البصله عشان تطلع المواد الحافظه اللي فيها. وهنزل عليهم بشفشق طماطم. يبقى التسبيكه هي الواحده قدامك، او التسبيكه الواحده، واللحمه المفرومه على جنب الواحده. اللحمه المفرومه بقى في الاخر، ولما احنا بقى نيجي نغسل الرز ونحطه بقى على بعضه نحط اللحمه المفرومه. احنا كده احتفظنا باللحمه المفرومه بتاعتنا، ما استوتش ولا هدرناها في الدمعه. اعملها بس بالطريقه دي، هتتلاقي اللحمه باينه في صبع المحشي، تلاقي اللحمه شكلها جميل ومديها طعم احلى واحلى. هنا بقى طبعا احنا بعد ما سبكنا الدمعه، البصله اهي، نص البصله التانية هي النيه، حطيت عليها ربع كمون، ربع كزبره، ربع شطه، ربع فلفل، وحبه ملح، و2 مرقه، وحبه توم. هنا بقى بنحط في الدمعه ربع معلقه كزبره. الكزبره بتخلي طعم المحشي جميل. ربع معلقه كزبره، ربع معلقه فلفل، ربع معلقه كمون، ربع ملح، و2 مرقه، وحبه توم. وتدعكيها جامد، لازم تدعكي المرته دي جامد. المرته دي بقى هي التركه بقى بتاعه المحشي، تخليك المحشي تحفه 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 وطعمه رهيب. انا واخت جوزي ما بنعملش المحشي الا كده. تجربيه بس بالطريقه بتاعتنا دي، وانت هتبصي المحشي هيقولك عشت ايديكي، تحفه تحفه تحفه. بس اهم حاجه ما تحطيش الخلطه دي الا بعد ما التسبيكه تتسبك. خلاص هي بدات تدخل في التسبيكه اهي. دخلت خلاص في التسبيكه، هي قربت تتسبك. اما تدخل خلاص في التسبيكه في الاخر، تقومي بقى طافيه، تقومي حاطه المرتة بالبصله دي. يبقى احنا في الاول عملنا بصله تقليه، وبنعين جزء من البصل نمرط بيه البهارات. التسبيكه اهي بتعرفي اتسبكت ازاي؟ لما تلاقي الزيت اتحط بقى على الوش كده. انا بكلم البنات المبتدئات،
لو انت عايزه تعرفي التسبيكه اتسبكت ازاي، تعرفي اول ما يطلع اللي تبقبق كده بالفقاقيع دي، وكمان الزيت يتحط على يبقى طلع بره على الوش كده، وانت ايه تعرفي اللي هي اتسبكت خلاص. التسبيكه بقت مية 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 مية. حطيت حبه بقدونس، ولسه هحط كمان بقدونس ني مع الرز. انا بقسم البقدونس زي ما بقسم البصل. انا طبعا ما جيتش في الصوره هنا في الفيديو دون، ما جاتش معلقه السكر. لازم اهم حاجه تحط معلقه السكر. هنحط الرز اهون على كل كرنبايه. كرنبايه لو حلوه كده بتاخد 3 كيزان، 3 كوبايات رز على كل كرنبايه. عفوا. اهو بتحطي حبه بقدونس نيين في حبه. طبعا المحشي بياخد بقدونس، حزمه بقدونس، حزمه كزبره، حزمه حباش. وبتغسليهم كويس وبتنشفيهم، وحط حبه في التسبيكه في الاخر خالص وانت جايه تطفي، وحبه في الرز. لما بتحط ني كده في رز لسه بيبقى طعمه حلو. شوفي بقى المعلقتين الصلصه التلاته بيخلي لون الصلصه تحفه ازاي، يدي اللون الاحمر الجميل ده. ومعلقه السكر يا جماعه دي مهمه جدا جدا، بتضيع مزازه الطماطم، وبتخلي المحشي طعمه جميل برضك. اهم حاجه عايزه تسبكي اي طماطم لمكرونه لاي حاجه، لازم معلقه السكر. معلقه السكر الشاي طبعا اللي هي الصغيره. طبعا انا قطعت الكرنب اهون وظبطته، عشان طبعا احنا كنا بنعمل الخلطه دي، كنا معزومين يوم الجمعه عند عمتي. كلنا كنا معزومين، ربنا يبارك فيها يا رب ويديها الصحه والعافيه. كانت عزمانه على محشي، وانا بحب اكل المحشي من ايديها بصراحه. فكنا رحنا بقى كلنا وقعدنا مع بعض وعملنا مع بعض. وهما دلوقتي بقى احنا بنعمل لهم الخلطه، وهما بقى يقعدوا يلفوا. هحط بقيت حبه الصلصه كمان. بوريك اللون الصلصه الحلو، لون التسبيكه بتوصل للون الحلو دون مع حطيت اللحمه المفرومه طبعا مع البقدونس مع الرز مع اللحمه المفرومه، تحطها في الاخر عشان ما تتهرتش منك. قطعت طبعا الكرنب اهو. بوريك بقى هما بيلفهم اهو، بدأوا بقى يلفهم. انا خلصنا الخلطه وهم ندي بقى انت عارفين اللف طبعا بيحب ايه اللمه، ويحب كله بقى يلف مع بعضه. فبسم الله ما شاء الله عليهم بقوا يلفهم. دي بنت اخت جوزي بسم الله ما شاء الله عليها في اللف المحشي، تحب الله تلف المحشي قوي، وما شاء الله عليها نفسها حلو برضك في الاكل وفي المحشي. واحنا طبعا ده اهم حاجه بقى. عمتي هي بتلف المحشي بسم الله ما شاء الله عليها لفه حله محشي مسطره. بسم الله ما شاء الله. انا قلت لها لازم اجيب ايديك وانت بتلف عشان تبقى اوريها لك في الفيديو. ربنا يديها الصحه والعافيه يا رب ويخليها لنا. بسم الله ما شاء الله عليها لفه محشي برضك تحفه تحفه تحفه. انا بحب اكل المحشي من ايديها قوي. ربنا يديها الصحه والعافيه يا رب. انا طبعا بهدلها الفيديو دون عشان طبعا لما تشوفنا ان شاء الله اعرفها بقى اللي انا جبتها في الفيديو وربنا يديها الصحه والعافيه يا حبيبتي. صبعنا طبعا المحشي وحطيناه على النار. يا دوبك بتحط على حبه ميه بسط على الوش كده، على الميه على الوش تغطي الميه على المحشي وتغطيه ومجرد ما يتشرب تقوم تشرب الميه زي طبخ الرز بالظبط، توطي عليه وتسيبيه بقى يستوي مع نفسه كده. في الاول خالص اول 5 دقايق كنت معليه على النار، ومجرد ما يتشرب توطي عليه وتاكلي بألف هنا. السلام عليكم.